نو ريسك نو جين، هاي ريسك هاي جين. وفي روايه الاخرى نو ريسك نو ريسك. فبالتالي انت لازم تاخد ريسك في حياتك، مش دايما كل حاجه هتمشي متسطره كده بالورقه والقلم. احنا لو عملنا كذا هيحصل كذا وبعد كده هيحصل كذا. اقول لك على حاجه، فريق المغرب في كاس العالم السنه اللي فاتت لو ما كانش بياخد ريسك في الماتشات ما كانش الفريق وصل لقبل نهائي. بعيدا عن الكوره بقى، انت في الاخر لازم حياتك كلها يبقى فيها خطوات فيها مخاطره شويه. هتلاقي اولا في طعم مختلف للحياه، ثانيا ان شاء الله ربنا يجازيك وتاخد بالريسك ده نتائج انت ما كنتش متخيلها خالص. انا اتجوزت في 2005، قبل ما اتجوز ب3 اسابيع خدت الريسك. كل الناس حواليا كانوا بيقولوا عليا مجنون، لكن كان تيرنينج بوينت في الكارير لايف بتاعتي، لاني خرجت من شركه كبيره جدا شغال فيها واموري مستقره بقالي 5 سنين وبقبض مرتب كويس وبروح الشغل الصبح وارجع الساعه 5 والحياه ماشيه زي الفل وجمعه وسبت اجازه ومفيش احسن من كده. فجاه خدت قرار ان استقيل قبل جوازي ب3 اسابيع بالظبط، واشتغلت في الماركتنج. وكانت دي نقطه انطلاق مختلفه تماما، لاني كنت وصلت لاني من ماركتنج اكزيكتيف لسينيور ماركتنج اكزيكتيف لاسيستنت ماركتنج مانجر لماركتنج مانجر في نوكيا، ايام عز نوكيا وهي افضل واكبر موزع موبايل في العالم كله. وده حصل من خطوه اتخذت بشويه ريسك.